السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم ان شاء الله راح تكون ليستيك مقليين بطريقة جديدة، يجوا طريين، الزبدة مرفوقين مع صلصة الفطر. راح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة. هنا البنات راح ندخلوا ديريكت في طريقة التحضير ونعطيكم المقادير اللي راح نديروهم في هذه الوصفة. هنا عندي كوكوت، تكون نحطوها على النار تسخن مليح، ونزيدو نديرو لها شويه زيت زيتون. هنايا زيت زيتون اختياري، تقدروا ديروا زيت سونغو او ديروا زيت زيتون او زبده، المهم يبقى اختياري. بعد ما سخن لي شويه الزيت رايحه نحط لي ستيك تاوعي بهذه الطريقه. هنا البنات كي تبغوا تقلوهم ما ديروهمش رقاق بزاف، ما ديروهمش غلاط، يعني كاين اللي يبغوهم غلاط، بصح انا نفضل يكونوا السمك تاعهم متوسط، ما رقيق بزاف ما غليظ بزاف، باسكو كي نديروهم عفوا رقاق بزاف يولوا لنا يابسين في المقلاة. بعد ما حطيت هكذا حوالي 2 مينوت او 10 مينوت على حساب الكوكوت اللي عندكم. هنا كما راكم تشوفوا حطيتهم غير هكا، ما درت لهم لا ملح لا اي اضافه، فقط الزيت، زيت زيتون واللحم، ونغلقوا عليهم الكوكوت مدة قلت لكم من 2 أو 5 دقائق، المهم على حساب الكوكوطه اللي تستعملوها نتوما. هنايا كما قلت لكم هكا نبلعوا الكوكوت ونخلوها طيب مدة من 5 إلى 10 دقائق على حساب اللحم تاعنا، ونحلوها مع بعض. هنا البنات للأمانة أنايا قاعد طاب لي مدة 10 دقائق كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما طاب يعني يدخلها الطياب، نقلع داك الماء اللي كان فيه قبل البنات، ونملح اللحم تاعي. هنايا نديروا له فقط ملح وفلفل اسود، هذا ما كان. هنا كما شفتوا درت شويه ملح ونزيد له شويه فلفل اسود، ونعاود نغطيها او نبلعها مده 20 دقيقه. هذه الخطره على نار تكون قليله البنات، مده 20 دقيقه على نار تكون قليله. كما راكم تشوفوا البنات راني نقلع في الجيل اللي طلقه لي اللحم، نحتفظ به في جهه ونرد اللحم تاعي ونخليه يطيب في غده. هنايا انا كنت طيبت قبل اللحم وعاودت طلق لي الجي، عاودت ريكوبيريته وخليت اللحم اكوتي. غطيت اللحم تاعي بالالومنيوم باش يقعد لي حامي ويتندى باش يقعد طري. هنايا في نفس لاكوكوت اللي طيبنا فيها اللحم راح ندير ملعقه كبيره تاع زبده، او على حسب الكميه تاع لي شامبينيون اللي رايحين نديروها. هنايا درت زبده، راح نحط عليها بصله تكون متوسطه الحجم، مقطعه رقيق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نحطها ونقليها مليح حتى تبدا تبان لي البصله تاعي. هنا البنات بعد ما دبلت لي البصله تاعي، عندي هنايا لي شامبينيون اللي كنت غسلتهم مليح وقطرتهم، راح نزيدهم على البصل اللي تقلى لي مليح. هنا نقليهم مليح مع الزبده. والبنات حنا كما نعرفوا البصل ولي شامبينيون يشربوا الزبده بالخوف. راح نزيد لهم شويه تاع الزيت، زيت سونغو، ونخليهم يتقلاو لي مليح. بعد ما تقلاو لي مليح هنا حندير لهم حوالي كاس تاع الماء او نصف كاس على حسب قلت لكم الكميه تاع لي شامبينيون اللي عندكم. انا هنا درت 3 علب تاع شامبينيون كما راكم تشوفوا. حنزيد حوالي كاس تاع الماء،
باش ونغلق عليهم باش الشامبينيون تاعنا يطيب لنا طري بزاف. هنا بعد ما حطيت الماء حنبلع على لا كوكوط تاعي ونخليها تطيب مده 10 دقائق يطيب لنا لي شامبينيون تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا البنات بعد ما فاتت 10 دقائق حليت عليها تكون شربت لي شويه الماء. هنا نزيدوا للنار حتى المرق تاعنا ينقص يولي عندنا غير شويه تاع مرق ونكملوا الوصفه تاعنا. وهنايا بعد ما شربت لي المرق او نقص المرق من لا كوكوط حاني ريكوبيري هذاك الجوي تاع اللحم اللي طلقه لي مع الاول نزيده على لي شامبينيون والبصل ونزيد عليهم كميه تاع كريمه طازجه. هنايا درت علبه كامله تاع كريمه سائله كريمه سائله درت علبه كامله. قلت لكم هنا البنات انا راني دايره 3 لي شامبينيون علب تاع الشامبينيون تقدروا ديروا نصف الكميه اللي درتها انا او على حساب افراد العائله. بعد ما حطيت لا كريم فريش هنا ندوق ونشوفوا لاصوص تاعنا لا خصها شويه ملح نزيدوا. انا لي شامبينيون تاوعي مالحين يعني ما استحقيتش نزيد الملح. هنا ايضا اضافه صغيره نزيدوا شويه فلفل اسود. المهم البنات نخليها تطيب ونشوفوها مع بعض في طبق التقديم. البنات هذا اللحم تاعنا بعد ما طابلنا رافقته مع لي فريت وشويه لوبيا صوتي والصلصه اللي خدمناها مع بعض صلصه الفطر. مهما نقول لكم على الطراوه تاع اللحم كيفاش جابنين ما رايحينش نعطيه حقه. ان شاء الله نتمنى تجربوا الوصفه وتشوفوا اللحم كيفاش جا. ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم البنات وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء وديروا لي جيم ما عليا نقول لكم غير تهلاو في رواحكم البنات والسلام.